الله المنتقم أن ينتقم منهم. وأبشركم، إذا أنتم ما تعرفون البشارة هذه اسمعوها، أبشركم أنه كل ساحر وساحرة وطالبة للسحر عندما تبدأ الرقية على المسحور أو على المحسود ولديه من الحرس أو من خدام السحر أو خدام العين أو خدام الحسد، فلما تكون الرقية قوية عليكم أنتم ترقون أنفسكم وتكثرون من كلمة التوحيد، أنه مباشرة هؤلاء الخدام يروحون على الساحر وعلى من طلب السحر فيبدأ يؤذيه وينتقم منه، لأنه يقول له هذا الخادم للسحر وخادم للشياطين، يروحون له يقول أنت أرسلتنا في أماكن قاعدين نعذب فيها. ركزوا معي، عندما نرقي أنا وياكم وتكون رقيتنا قوية ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وعندنا اليقين والتوكل على الله، وش يصير؟ الحاسد والساحر والساحرة وطالبة السحر يروحون لهم الشياطين هذول الجن اللي كانوا يؤذوننا، يروحون لهم عليهم على هذولا ويبدون يؤذونهم في الأجساد، في النوم، يسوون لهم قلق وتوتر، وممكن حتى يصيبونهم بأمراض السرطان. شوفوا، في ناس أصيبوا بأمراض سرطانية، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن لا يشفيهم، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن لا يشفيهم، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن لا يشفيهم. هؤلاء المصابين اللي أصابهم هذا البلاء بسبب أنهم سحروا وحسدوا وآذوا ثم عادت عليهم، فأسأل الله أن لا ينزعها من أجسادهم، أسأل الله أن يزيدهم بلاء، أسأل الله أن يحرق قلوبهم ويحرق جلودهم ويحرق أجسادهم ويحرق أفئدتهم، أسأل الله أن لا يشفيهم. ترجع عليهم، اطمئنوا وابشروا بالخير، تراكم على خير. أنتم ترقون هم يتعبون، أنتم ترقون وتتعبون أثناء الرقية تراهم يتعبون معكم، لأن الشيطان اللي وإحنا نرقي عليه، أنا رقيت على أحد أثناء الرقية، يمكن لو قلت كذا بتقولون والله يا فهد قاعد تمدح نفسك أو كذا، أنه ليش أنت جبتني عند فهد القرني وأنه هو ترى تعبنا بصريح العبارة. هم قالوا أنه فهد القرني هذا تراه أتعبنا وتراه حرقنا وتراه بهدلنا كذا، هو يقول لي أنا شخصيا، العارض اللي عليهم يقول لي هذا الشيء، يقول أنت حرقتنا وأنت بهدلتنا. قلت مو بنا، الناس اللي حرقوكم. قال لي نعم. قلت الناس اللي حرقوكم أنا أعلمهم، أنا ما سويت شيء. قال نعم أنت علمتهم، إحنا هم كانوا يعرفون حقيقة. يقول هذول اللي في ناس عندهم مشكلة، قال هم كانوا يعرفون التحصين، ما كانوا يعرفون أن الآية 9 تحرق، ما كانوا يعرفون كذا، ما كانوا يعرفون كذا، والآن أنت نورتهم. والحمد لله، أسأل الله أن ينزل لهم الشفاء ويرفع عنهم البلاء في هذه الساعة حقيقة. فسبحان الله، عندما نبدأ إياكم نرقي وندعو الله سبحانه وتعالى، أنتم مو بأنا، أنتم تساعدوني وترقون على طول مباشرة أثناء الرقية. إحنا وياكم نتعب، هم يتعبون بنفس المقدار وأكثر من المقدار اللي إحنا نتعب فيه، لأن العارض هذا يروح له على طول مباشرة ويؤذيه، يقول أنت حطيتني. تدرون ليش؟ لأن هذا الشيطان الحارس يقول أنت يا ساحر وأنت يا ساحرة وأنت يا ناقل للسحر وناقلة للسحر، أنتم حطيتونا في مكان قاعدين يؤذونا، إحنا مو مرتاحين. أنا صح متلبس في جسد، لكن هذا الجسد يوميا يحط علي موية ويقرأ. شكرا يا نون، شكرا يا مذهلة. كل يوم يحط علي موية، كل يوم يقرأ علي، كل يوم يمسحني بالزيت المرقي عليه، كل يوم يشرب الماء اللي عليه رقية، كل يوم يفعل السدر على راسه. هذا تعبني. أنت ليش توديني في هذا المكان؟ ليش ما وديتني عند ناس ضعيفين حتى أسيطر عليهم؟ أنتوا أقوياء، والله أنتوا أقوياء، والله عندي خبركم، اطمئنوا، والله عندي خبركم كلكم. وهايب كل اللي يسمعوني ركزوا على كلامي، اطمئنوا، والله إن النصر قادم، والله إن النصر قادم، والله إن النصر قادم. وأنا ما أحلف عبث، لأني أعرف قوة الله، أعرف الله سبحانه وتعالى. أنا تعرفت على الله كثير جدا، وراح نتعرف أنا وياكم على الله سبحانه وتعالى. تبون تعرفون الله من هو؟ هو اللي خلقني أنا وياهم، هو اللي خلق الجن من مارج من نار، هو اللي خلقنا حنا من ماء مهين، وهو اللي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. لا يستطيع هذا الخالق هذا العظيم ما يستطيع أن يدحر شيطان. يستطيع. الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. الله قاعد ينتظرنا يقول ادعوني. صلوا الليلة أبغاكم بعد البث تصلوا ركعتين، كل واحد فيكم مصاب أو غير مصاب
صلوا ركعتين واثناء السجود ارفعوا اياديكم الى الله سبحانه وتعالى، ارفعوا اياديكم الى الله سبحانه وتعالى. طيب، ارفعوا اياديكم الى الله سبحانه وتعالى وقولوا يا رب انا مظلوم ومغلوب على امري، وشك واجعل شكي موف في محله، اشك في فلانه او فلان او فلان وفلان، انت يا رب العالمين تعرف وتبخصهم وتعرف سرهم ونجواهم، ان كانوا هم من قد اصابني بهذا الاذى، يا رب خذ ما في جسدي وفي نفسي انا وذريتي ثم حط فيهم وورني فيهم عجائب قدرتك، ابغى اشوف قدرتك يا رب العباد، اللهم ارني اقوى قدراتك فيهم يا رب العباد، اللهم انتقم منهم في هذه الساعه، يا رب تنتقم منهم، يا رب تنتقم منهم، يا رب تنتقم منهم، وشدوا حيلكم والله انتم تشوفونها فيهم. في نقطه مهمه جدا، فيه واحده من الخوات اعتقد ما ادري عاد اسمي بالاسم ولا لا، واحده دخلت معنا في البث وهي امراه يبدو والله اعلم انها تبحث في باب الرقى وتبحث الاشياء هذه، وذكرت تاريخ محدد، ولكن انا ما انتبهت للتاريخ. نعم ما انتبهت للتاريخ حقيقه، الا بعدين تنبهت وجدت مقطع انه مذكور التاريخ فيه 9 رمضان ستفك الاسحار. انا صادقتها على هذا الكلام انه نعم راح تفك الاسحار، لكن لا 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 ابدا 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 ما لي علاقه انا في هذا التاريخ، ولا يمكن اوافق على هذا التاريخ، ولا يمكن اقر هذا التاريخ ابدا، له ولا غيره ولا تواريخ لا بعده ولا قبله. احنا نقول نسال الله العظيم رب السماوات والارض الا تشرق شمس غد، مو رمضان، الا تشرق شمس غد ولا تحل علينا الجمعه القادمه الا فكت اسحاركم وعادت على من اذاكم. اما هذا التاريخ اللي حدد ب9 بالنسبه لي انا انفيه واحط عليه اكس، هذا غير صحيح، لانه ما يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نحدد التاريخ. فلربما كان اثناء البث عليه ضغط زي ما انتم شايفين 20-25 الف يكتبون وهي تتكلم معي، وانا قلت لها نعم صحيح، ربما كنت اصحح لها في اشياء، فدخل التاريخ هذا انا ما انتبهت له اطلاقا، لذلك انا اعتذر اذا وجدت هذا المقطع، فابدا انا لا يمكن اقره ابدا، ولا يمكن اقر تاريخ محدد. اذا كان الرقيه الشرعيه وانا راقي واقول على نفسي راقي الحمد لله متمكن جدا من فضل الله سبحانه وتعالى، عندما يجيني شخص ويقول لي انا كم احتاج جلسات، قلت له والله لا اعلم. جلسات وهو بتاريخ محدد، جلسات يقول لي انا احتاج جلسه جلستين، اقول له ما ادري، انا اقرا عليك والشفاء بيد الله، قد تشفى من جلسه 2 4 65 جلسه، قد لا تشفى اصلا، قد يكون الله سبحانه وتعالى ما قدر لك الشفاء، لذلك لا يمكن نقر تاريخ، ولا يمكن نقر يوم للشفاء، ولا يمكن نقر ساعه لقيام الساعه، ولا يمكن نقر يوم لخروج المهدي المنتظر، ولا يمكن نقر اي تاريخ ابدا، لان كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. صليتوا على رسول الله. طيب قولوا لا اله الا الله. رددوا معي سريع. احسنتم. نعم نعم نعم، ان نحدد تاريخ تجاوزنا على الله سبحانه وتعالى. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن يوم القيامه قال ماذا اعددتم لها، اجي انا يا فهد القرني اقول والله ترى اليوم الفلاني بتنفك عنكم الاسحار في اليوم الفلاني، قلت لكم انا انه خلال هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى يقل او يزيد قليلا، او ربما يقل اكثر باذن المولى سبحانه وتعالى، باذن الله تبدا فك الاسحار عنكم، ورغم انوف الجن ورغم انوف السحره ورغم انوف الساحرات باذن المولى سبحانه وتعالى. اقل تقدير ان لم يكن بما لدينا من معلومه عن هذا اللي بيحدث، اقل تقدير احنا نعرف انه كلمه التوحيد تفك الاسحار. استمروا على كلمه التوحيد. رددوا معي يلا كلكم، اتركوا كل شيء، اتركوا اصغوا للكلام اللي بقوله 3 مرات انا وياكم نردد، وبعدين نبدا في خروج القستات. حسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد وحاسده. حسبي الله ونعم الوكيل على من حسدني واذاني. حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني واذاني. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من سحرني واذاني. نكرر، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من حسدني واذاني. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من سحرني واذاني. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من اصابني بعين ولم يذكر الله. يلا يا عبد الله، في موضوع بقوله لكم برضو مهم، بس بعد القسط هذا ذكرني يا عبد الله عن الشك.